مستني حد. هو مستخبي. اتهبل ايه؟ مش قلت لك بلاش هنا. خد على هنا، تعالى. امسك دي، امسك دي. استنى 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 يا ابني. خد ايدك. سلامة؟ هو انا جيت في وقت مش مناسب؟ زي ما انت شايف انا كنت نايم. الحقيقه يا عمده انا حاسس ان انا مقصر معاك قوي في الزياره، بس معلش بقى الدنيا تلاهي. زيارة؟ انت جاي تزورنا يا سلامة؟ يعني مش قوي كده بالظبط، بس اخبار الشغل معاك ايه صحيح؟ شغل؟ شغل ايه يا سلام؟ الشغل مش انت شغال موظف وكده وحاجات؟ الشغل تمام الحمد لله. طب الحمد لله. في ايه يا سلامة؟ ما فيش حاجه يا عمده، انا بس اصلي خلص. كنت قصدك في خدمه اللي هي؟ كنت عايز منك قرشين سلف. ما معيش. ده هم 2000 جنيه، 2000 جنيه هكتب على نفسي يوم شيكات واقدم لك بالقسط اول كل شهر. ما معيش يا سلامة، ولو معايا مش هسلفك لان السلف تلف والرد خسارة والعوز البيت يحرم على الجامع، وانت شايف البيت محتاج حاجات كتير. ايوه بس 2000 جنيه بس، راجع نفسك بس يا عمده. سلمني على ابوك. 2000 سلمني على جنيه ابوك وغور. يلا هي ناقصاك. مشي مشي. ها الله يخرب بيته، ظهري اتكسر. يا نهار اسود يا ابن الكلب يا جزمة. سعيد؟ سلامة كان عندك بيعمل ايه يا عماد؟ كان جاي يستلف فلوس. جاي يستلف فلوس بردك؟ تقولش ناقصاه. وماله؟ هو واد غلبان والبت واكله دماغه وهيموت يتجوزها. ما يتجوزها بعيد عن دماغي، وما فاكرين تحت القبه يا شيخ. وبعدين طالبين 5000 جنيه مهر على ايه؟ ما كفايه الثلاثه اللي مع الواد. انت عايز ايه يا سعيد؟ يعني ايه؟ يعني انت ما بتجيش هنا الا لما يبقى فيه مصيبه. لا يا راجل لا مصيبه ولا حاجه. اصل انا قطعت العربيه حته حته وبعتها فخفت اروح بالفلوس. انت فاهم عواطف بقى ممكن تقفش الفلوس. معلش يا جماعه، اصل انا يا اخويا اتاخرت ولازم امشي بقى. يا ابن المفضوحه، وانا فاكر ان عندك امان؟ ما انت جاي من غير ميعاد. معلش يا برنس، ما انت يا اخويا مننا وعلينا، هو انت غريب ما انت فاهم. ما تنسيش بكره. فوتكوا بعافيه. سلام يا برنس. وسايبني عمال احكي واطلع الفلوس عادي كده؟ طب نبهني. خفت اجرحها. قذر. قلب يا برنس في العربية براحتك. العربية دي زيرو 100 يعني ما تضربش فيها مفك. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. طب أنا بقول لك إيه؟ ما تاخد العربية دي بدل وجع الدماغ اللي أنت عامله لنا، وعلى أي بنزينة روح ارفعها هناك وهتكشف يمكن تلاقي حاجة كده ولا كده. يا عم بلبل بنزينة ايه؟ صلي على النبي، ده انا صنايعي. ميكانيكي اشتغلنا، كهربائي سيارات اشتغلنا، وبتاع كاوتش كمان. جميل. يعني أنت أكتر واحد تعرف قيمة الجوهرة اللي معاك. بس انا يعني عشمان تريحني حبتين. أكتر من كده مش هينفع يا صاحبي، عشان شلت لك 2000 قبل كده. كده يبقى ظلم وافتراء، وابقى أنا باجي على صاحب العربية. ده ربنا اسمه الحد، يعني حرم الظلم على نفسه وعلى عبيده. ونعم بالله. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. 35 حلو. ها؟ لا مش حلو، 37 ما ينقصوش مليم. خلاص يبقى تصبر عليا في ال2000 دول، هم يعني مش مبلغ. اهو ده عيبه بقى. بص يا صاحبي، انا عشان مستجدعك وبجد انت واد رجوله، انا هديك يومين تدبر فيهم القرشين بتوعك دول، وانا رجوله مني ان انا مش هجيب سيره العربيه دي مع اي حد. انما ما تاخذنيش بقى اكتر من يومين ما جبتش القرشين ما تسالنيش العربيه راحت فين. زي ما يكون ربك رايد ان سلامه يتجوز عزه، عشان كده ربنا عطرني في الست دي. رخر انا اول ما عرفت قلت سلامه قوي. ربنا يخليك ليا يا سعيد، طول عمرك جدع وصاحب صاحبك. يا جدع عيب، ده احنا متربيين مع بعض واكلين مع بعض عيش وملح. لا وايه، الدهب ده مش هتدفع فيه مصنعيه، هو بوزنته كده على طول. وانت وقعت على الست دي فين؟ هي يعني معرفة ام الله يرحمها، وزي ما تقول كده كانت مزنوقه حبتين، ظروف يعني صعبه، قالت ابيع دهبي. طيب يعني مش ممكن تهزهم شويه؟ ازاي يا عم فرغالي؟ ابوك مش عايز اجوزك يا سلام؟ لا لا لا، قوم قوم هات الدهب بسرعه يلا. ما هو معايا. ادي الدهب يا سيدي.
بس بقول لك بقى ايه، هي الست بس محتاجه 2000 جنيه الليله، والباقي هنبقى نكتبك بيه وصلات انت وسلامك. واسطه خير، انا يعني ماليش اي مصلحه في الموضوع، وهنبقى ناخدهم منك على شهور. اهو الختم اهو على الابزيم. وانا يعني اغشك يا عم علي بابا. طيب. علي بابا. فين بقى فاتورته؟ فاتوره ايه؟ فاتورة الدهب. فاتوره ايه يا عم فرغالي؟ هو في فاتوره تقعد لك 20 سنه؟ ما تتكلم يا عم، الظاهر ابوك مش عايز يجوزك بجد. صح يابا، في حد يشيل فاتوره 20 سنه؟ واحناش عرفنا ان وزنتهم مظبوطه. انا كنت عارف انك هترزع البق ده. وادي يا سيدي الميزان، امن نفسك واوزن وظبط حالك، ويبقى انا كده عداني العين. يلا يابا، يلا قوم هات الفلوس يابا، يلا يلا. انا بقول نستنى للصبح نوديهم لبرم السايغ هو يقدرهم. هو احنا تجار دهب؟ احنا بتوع جيزه. يا عم لا برم السايغ ولا برم التونسي، الف يتمناهم، انا جاي اعمل خير، خليك في الجزم بتاعتك. استنى بس يا سعيد، يلا يابا روح هات الفلوس، والا قسما عظما ما ادخل لك الدكان ولا قاعد لك في البيت. انت بتحلف عليا يا واطي. اياك اسمعك بتكلم ابوك كده. شوف يا عم فرغلي، انا بصراحه ربنا كده ومن الاخر الموضوع ده عامله عشانك. قول لي ازاي؟ ازاي؟ بقى الواد ده لو دخل في ايه؟ دخل اتجوز يعني، انت كمان هتخش. اخش في ايه؟ يا عم فرغلي انت كمان هتتجوز يعني. سهلها سهلها يا عم فرغلي عشان ربنا يسهل لك. يلا يابا هات الفلوس، ولا امشي انا وسعيد. مبروك يا سلام. مبروك يا سلام. بصراحة كده يا صاحبي الواد جالي وقصدني في الحتة دي. طب اعقلها انت معايا. اذا كان الواد مش قادر يسدد قسط عربيتي، هيسدد قسط عربيتك ازاي؟ تشرب شاي؟ لا شكرا. انت كلامك مظبوط ومش مظبوط. مش مظبوط في ايه؟ لان انا اساسا ما ببيعش قسط. القسط ده له ناسه، يعني الناس اللي زي حالاتك كده اللي معاهم قرشين وعارفين يدوروهم في السوق. انما انا راجل غلوبه على طول. يعني الواد هياخد منك العربيه كاش؟ توتو على كبوته يا معلم. تشرب شاي؟ طب هو جاب الفلوس منين؟ ده بقى ما يخصنيش. هو حب يتلائم عليا ويبقى 2000، قلت له لا، فلوس اخدها حاضر. بقول لك يا صاحبي، انت لو عايز المصلحه دي تطلع من المعرض من عندك انا ما عنديش مشاكل، بس حسنتي هتبقى معاك. عيب يا معلم، مش هبص لك في لقمه عيشك. الله عليك، اشرب شاي بقى. كده تمام. من بكره الصبح العروسه هتنور المنطقه. بس انا مش مرتاح من موضوع سلامه ده يا سعيد. يا عم عبال ما يكتشف تكون الحلوه دارت وحسنتها اشتغلت ودهم له على الجزمه كانه سلف. هو مش كان عايز يستلف منك؟ بس انا ما كنتش حابب الشوشره. شرشرة ايه؟ ده انا فيها الخير. جوزت الواد وسترت البيت ورضيت دول ودول. وبعدين هو بعد الدخله حد بيدور بقى الشبكه دي ب5 ولا ب2؟ ده انا يمكن عتقتهم الزنقه اللي كان فيها. يا لهوي، ايه؟ سلامه فاقس الموضوع. هو انا صرفت الفلوس يبقى قابلني بقى. ايه؟ معلم رامي، ازيك يا انتخب؟ اتفضل يا معلم، خطوه عزيزه. بصراحه انا كنت عايز سعيد في كلمتين. اخر الكلام اتقال على القهوه يا عم رامي. لا لسه الكلام اللي بينا ما خلصش يا برنس. عايزك كده تستهدى بالله وتقوم تقعد معايا شويه. تعال. اؤمر. اسمع يا سعيد، بقول لك يا انتخب، انا سمعت ان انت عندك بن حلو. عناية. بصراحه يا سعيد انا فكرت في كل كلامك، لقيت ان انت عندك حق. انهي كلام؟ ما هو انا لو حبستك مش هستفيد حاجه، عين العقل. وكمان فلوسي مش هترجع لي. صح. قلبتها بقى في دماغي يمين شمال ووصلت الفكره ب1,000,000 جنيه. ايه؟ تاخد مني عربيه مستعمله وتشغلها لحسابك وتسدد منه قديم وجديد. معاك كام؟ طب انا لو ما اخد منك ايه؟ ما اخد من حد تاني. هتاخد مني عشان انا ما اقدمش الشيك في النيابه واحبسك، وانا هديك عشان اساعدك وتسد اللي عليك. 35. نقول 37.
ما انا سالته وعرفت ان انت هتجيب من بره وانا اولى. المفتاح هو العربيه في الاجانس والرخصه في التابلو. قلت ايه؟ سعيد جاب عربية حلوة أوي، تعالي أما نشوفها. وأنا عايزة ميكانيكي يجي يصلح الموتور، وأنا عايزة ميكانيكي يجي يصلح الموتور. يا عواطف انت هتقول العربيه من اولها؟ بعد الشر يا حبيبي، وصلي صلي صلي على النبي، صلي صلي واللي ما يصلي صلي، أمه يهودية صلي، اديها طعمية صلي 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 صلي. عارفين اللي هيمد ايده على العربية هطلع عليه مية نار، سامعين؟ وصلي صلي صلي على النبي، صلي صلي واللي ما يصلي صلي، أمه يهودية صلي، اديها طعمية. شكلك حطيت نفسك في بلوه جديده. يا عم عيب ما تقولش كده. طب فهمني عملت ايه؟ تسهيل ربك يا سمعه. يا حبيبي يا قلبي يا اخويا، تلاقيك واقع من الجوع، اغرف لك تاكل؟ يا ريت، طول عمرك اصيله يا طوفه. من عينيا يا برنس الليالي. سعيد يا برنس. مين؟ انا خالد يا زميلي. عايز ايه يا خالد؟ صباح الفل يا برنس. صباح الفل يا خلوق. عدم المؤاخذة يعني، هي العربية اللي واقفة بره دي تخصك؟ امال تخص مين يا عم؟ طب بعد إذنك يعني، كنا عايزينها عشان فرح أخويا بكرة، وكنا تايهين على العربية عشان نزفوا فيها، أنت فاهم؟ من يوم ما عربيتك الأولانية مرة استنى عندك رخصتك ورخصة العربية. دي يا باشا رخصتي ودي رخصة العربية. طب انزل لي. يلا يا أمورة، يلا يا ابني انت اهو. الفرح خالص، يلا. يلا انزلوا. خير يا باشا بس. هتركب البوكس ولا خليهم يحدفوك جواه؟ يا باشا بس افهم في ايه؟ العربية مسروقة يرحمك، ومبلغين عنها. هو كان سني يا برنس. هو معلش كده يا هيثم اجرب بس، معلش انت حبيبي يا هيثم، بس انت قصير فالشبكة بتقطع عندك. الهاتف الذي طلبته غير متاح. يخرب بيت امك يا عماد، هو ده وقته؟ طب بص، هو في رقم تاني وبرد عليه. خبر ايه يا هيثم؟ عايزين نتكلم بقى احنا كمان بقى. بقول لك ايه، محدش هيتكلم غيري، واللي هيتنفس هتاخد نصين. خلاص يا برنس، حد قال لك حاجه اتكلم براحتك. بص فكك منه عبال ما يخلص. فكوا مني يا بخاطرها، مش حد غير اللي هيتكلم. ما خلاص بقى يا برنس، ما تسيبه يتكلم، ما انا معاك من بدري ومحدش راضي يرد، وبعدين بقى دي مرزقتي واكل عيش، حل عنا بقى. خلاص يا عم ساويرس، لخص. بقول لك ايه، اديها ب5 جنيه غير ضريبه المبيعات، في عرض دقيقتين وعليهم دقيقه هديه ب10 جنيه، ماشي يا بخاطرها؟ بخاطرها كده كويس يا برنس، وكون البشر المعفن اللي في الحجز هيناديني باسم امي. الو، مين؟ اهلا يا برنس، صدقني كنت بحلم بيك، لقيتك بتتصل. شفت الصدف؟ شوف انا في ايه وانت في ايه يا بنت. اسمعي، بكره الصبح وانت رايح الشغل تعدي علينا وتقولي لاسماعيل، اسماعيل، تقولوا له ان العربيه طلعت مسروقه. طلعت مسروقه. انت كل كلمه هتعيديها ورايا اديها ب5 جنيه. خليه يعدي على عماد انتخه. ايوه يا ست عماد زفت انتخه. ويقول له ان بكره الصبح هتعرض على النيابه. بكلمك من الحجز دي ب5 جنيه. خليه يجيب محامي، والكلام ده تقوليه لاسماعيل، اوعي تجيبي سيره العواطف، انت فاهمه؟
وقول لها تحول لك رصيد ب 10 جنيه يا برنس. بقول لك ابقي حولي رصيد ب 10 جنيه، ما انا هديهم لك لما اخرج. طيب سلام. مين؟ انا عايزه يا ام عبد الله. عايزه ايه يا بنتي يا عايزه؟ ده بتاع البليله لسه ما ندهش. عايزه الاستاذ اسماعيل. عايزه الاستاذ اسماعيل فيها روح امك. رساله من البرنس. الاستاذ اسماعيل رجع من السلمه وش الصبح ما اقدرش اصحيه. انفضي اللي في قلوعك اتفضلي. لا البرنس موصيني اقول له هو. جرى يا بنت؟ انت جايه تميسي على الصبح؟ طب اقسم بالله لو ما قلتي اللي عندك ومشيتي لاكون ضرباكي. البرنس في الحجز والعربيه طلعت مسروقه. يا بنت امشي يا بنت بدل ما اطلع اكلك بسناني يا بنت. بقول لك البرنس في الحجز. يا بنت امشي بدل ما انسل الشمشم على قفاكي يا بنت. يتحبس وانا اعمل له ايه؟ ايوه عنايات جاي. انا اسفه اني صحيتك من النوم. لا ابدا مفيش حاجه. سعيد البرنس اتصل بيا وبيقولك ان العربيه طلعت مسروقه وهو دلوقتي في الحجز وهيتعرض على النيابه الصبح، فهات له محامي. الله يخرب بيتك يا رامي، وديت الواد في داهيه. السلام عليكم بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. ازيك يا عنايات؟ نهارنا ازرق ان شاء الله. بتسرق سجاير يا حرامي السجاير. وربنا ياما كنت بجيب القلم، والله القلم. القلم والسجاير هي اللي لزقت في ايدك وانت بتجيب القلم يا حرامي، يعني كداب وحرامي كمان. ها؟ بقول لك ايه يا ماما ما تضربنيش، انا بقيت راجل. لا يا راجل، والراجل يشرب سجاير من فلوس. الحقني يابا. سجاير امه الغلبانه يا حرامي السجاير. والله يا ماما ما سرقتش كل سجاير. يوم لازم نصحى الموال ده. موال ابنك بكره يغنوه على الربابه. تعالى شوف كلفتك العار، ابنك بيسرقني. بتسرق سرقت ايه ولا؟ والله يابا ما سرقت حاجه. افترى يابا افترى. امي دي مفتريه ومش هتورد على جنه. ده هي اللي جات لي الصبح وقالت لي خالك البرنس محبوس، بس اوعى تقول لابوك عشان هضيع فلوسنا كلها عليه. يا كداب يالا. انا اللي قلت لك ولا انت سمعت البنت وهي بتخبط على الشباك؟ استني بس، البرنس صحيح محبوس؟ ما يتحبس ولا يولع، اللي يغلط يدفع ثمن غلطته. يعني هنسيبه كده اكنه ملوش اهل؟ تعالى والله ما انا عندك، والله لما اقطعك بسناني. الحقني يابا. سيبيه يا عواطف حرام عليكي. يا عم بقى هتلاقي لحمه بدل ما عماله تاكل فينا. يا مريت بختك يا عواطف، يا وكستي في جوزي وعيالي. كل الناس منصوفه الا انا. الناس خيبتها سبت وحد وانا خيبتي مش على حد. سيبك من الشويتين بتوعك دول وقولي لي سعيد محبوس فين وليه؟ بقول لك يا اسماعيل، عليا الطلاق من دراعي، ما حطول مني مليم في قصه سعيد دي. طلاق على طلاقك مش هاخد منك حاجه، بس قولي لي ايه الحكايه؟ يا مليت بختك يا عنايات. ليه يا ربي كده الدنيا جايه عليا؟ لا انا نافعه في جواز ولا نافعه في خلفه، حتى الراجل اللي حبيته ما اناش ماليه عينيه. حرام عليك، ده انا عمري ما طلبت منك قرش ولا عملت زي النسوان ما بتعمل. منك لله، ده انا لسه في عز شبابي، ده انا ورده مفتحه. بس يا عنايات. بس ايه ونيلتين؟ عاجبك ايه في البت المعصعصه دي؟ ها؟ شويه البويه اللي ملطخه وشها بيهم؟ منك لله، دي شبه عروسه المولد. انت مش فاهمه حاجه. فهمني انت يا اخويا. ايه لسه هتكذب وتضحك عليا تاني؟ بقول لك ايه، اقول لك حاجه، يلا روح لها، بس حط في دماغك
انها بنت، يعني هتروح في حديد، هتلبس مصيبه، يلا في داهيه بقى وارتاح منك. زني يا عناد، افضلي زني كده، الله يخرب بيت الساعه اللي شفتك فيها. يعني على بختي الاسود. انت بتلبس ورايح فين؟ رد عليا، ما ترد عليا يا احمد، قول لي رايح فين؟ ايه مش مالي عينيك؟ طبعا مستقل بيا، امال ايه؟ مستخسر فيا الكلام. يا مليت بختك يا عنايات، يا بختك الاسود يا عنايات. ايه انت لسه هتبتدي من الاول؟ ايه؟ نازل رايح النيابه عشان اطلع عماد من الحبس. عماد مين؟ الله يخرب بيتك، نسيتيني اسمي، اطلع سعيد من الحبس. شوف اهو الكذب بيبان. طبعا نازل رايح لها، ما انت ما لحقتش يا عين امك تقعد معاها، ما انا طبيت عليكوا زي القضا المستعجل، بوظت الخلوه. حسبي الله ونعم الوكيل يا بختي. بصي يا عنايات، نعم، انت تقعدي كده اهو وتستهدي بالله وتفضلي تزني لحد ما تخلصي كل الزن اللي في الدنيا علشان تكوني اتهديتي لما ارجع. لا يا عماد استنى بس، طب هفهمك والنبي يا عماد استنى. يلا عزة، يلا يا حبيبتي. سلامة، خير يا ابني، عايز ايه بدري كده؟ معلش يا حماتي، انا بس اصل عايز افرح عزه قبل ما تروح الشغل. انا جبت الشبكه. ربنا يفرح قلبك، بس هي لسه ما صحيتش، وبعدين دي هتنزل تروح على الشغل طوالي. انا هصحيها واقول لها. لا، ما انا عايز اقول لها انا. لا يا سلامة، كده ما يصحش يا ابني، البيوت لها حرمة ونظام. معلش يا حماتي، اصلا ما نمتش من امبارح ومستني الشمس تطلع بس عشان اجي اقول لها. فتحت المحل واستنيتها تنزل، ما نزلتش، قلت يمكن مش رايحه النهارده. كده ما ينفعش يا ابني، دي لسه هتصحى وتغسل وشها وتلبس، وبعدين عمك نايم جوه، ولو صحته دلوقتي يمكن يفض الجوازه دي. لا خلاص. طب خلاص، خد انت بقى الشبكه اهي، فرجيها عليها وانا هنزل استناها تحت. ايه ده؟ مش عارف تحطها في علبه؟ معلش، هبقى اجيب علبه النهارده. طب اتكل انت على الله واستناها تحت، بس ما تاخرهاش عن الشغل. حاضر، صباحك زي العسل يا حماتي. ينيلك يا سلامه، ده انت دماغك طاقه. يا عارف راحت فين بدري كده البت دي؟ افتح يا عماد، انا عارف انك جوه، افتح. ما انا مش همشي غير لما تفتح. افتح يا عماد. الراجل هيلم عليا الحته، الله يخرب بيتك. افتح يا عماد. مين؟ انا اسماعيل. صح يا عماد؟ انت مين؟ انا اخته من البلد. طب صح يا عماد يا عناد. عايز ايه يا اسماعيل؟ عماد خرج راح فين؟ بيقول انه راح النيابه. يبقى عارف. طب سلام. بقول لك ايه، هو صحيح البرنس محبوس؟ عزة عدت علينا الصبح وقالت كده. ما هي عدت على عماد برضه وقالت له نفس الكلام. طب يا اخويا تبقى طمنا عليه. فيك الخير يا عناية، انا هحصله مع النيابه. اخس عليك يا عنايات، هو انت على طول ظالمه عماد كده؟ تبقى منك يوم. انا من ساعه ما شفت العربيه انا قلت وراها مصيبه. المحامي فين يا اسماعيل؟ بيصور المحضر وجاي. وده وقته؟ صغيرة يا استاذ. لا احنا ما بدكناش. ما تقلقش، هيخشوا له الاول القهوه بتاعته وبعديها بخمسه اول واحد. خبره انت بخاطرها. حبسني مرتين قبل كده، كل ما يشوفني يحبسني ما برحمش. الله، سامع يا اسماعيل؟ كل ما يشوفه يحبسه وما بيرحمش. المحامي فين يا اسماعيل؟ اهو الاستاذ محامي كده. نهار اسود، وده يعرف يخرجنا يا اسماعيل ده؟ اللي لقيناه بقى، بس بيقولوا شاطر. المحضر معمول حلو قوي. حلو ازاي؟ في مصلحتي؟ لا طبعا،
حلو يعني محكم واللي عمله شاطر. والعمل يا استاذ في مخرج ولا لا؟ قبل اي كلام هات 100 جنيه. هات 100 جنيه يا اسماعيل. ما معيش 100 جنيه. ما انا ما معيش. هات 100 جنيه يا اسماعيل. الفلوس مع عماد. وعماد راح في انهي داهيه؟ هتجيبوا الفلوس ولا استعوض ربنا في الوقت اللي ضاعته معاكم؟ يا استاذ ما تعصبش علينا كده، اللي معاه الفلوس في الحمام وراجع. في الحمام؟ هو ده وقته؟ عموما انا هستنى لما القهوه تخش، اللي ما جاش اللي معاه الفلوس هسيبكم وامشي. اسمع، لو صاحبك ما جاش يقول له العربيه مش بتاعتك، بتاعت العريس، وانت كنت رايح تجامل ومالكش دعوه باي حاجه. بقول لك ايه بخاطرها؟ ايه؟ هو انت اتحبست كام مره قبل كده؟ كتير. امال بتتكلم ليه؟ ما تسكت يا اخويا، لو اتكلمت تاني هخنقك. اسكت منك ليه؟ معلش يا جماعه انا مضطر امشي، القهوه جت. والفلوس جه. وكيل النيابه جه؟ لا كان هيستناك لحد ما تيجي من الحمام. عم يتذكر فندم هات 100 جنيه. اتفضل يا استاذ. معلش مزنوق ما لقيتش اخش الحمام عشان الحقك. يا استاذ في مخرج. لا طبعا، بس انا هحاول اخرجك بكفاءه. بعد كده تقعد بقى مع صاحب العربيه وتراضيه عشان يقول ان انت خدت العربيه من وراه مش بغرض السرقه، هتطلع منها زي الشعره بالعجين. خدت بالك انت؟ بيقول لك صاحب العربيه محلوله ان شاء الله. ايه؟ 4 استمرار. سعيد البرنس الله يطمنك. 4 استمرار. $2000 جنيه كفالة يا سعيد. طب هتجيبهم منين؟ صدق ان انت راجل ما بتفهمش. ليه كده يا عواطف؟ ما انت لو بتفهم ما كنتش رحت من اساسه. اديك ما نمتش وهتروح شغلك وانت مطبق، ويا ريت حتى مروحك جايه بفايده. وكمان شكلي وشكلك هيبقى قرف عشان سعيد محبوس وما احناش قادرين ندفع له الكفاله. اهو كان لازم اقف معاه عشان يحس ان اهله وراه مش سايبينه. يا فرحتي ان اهله وراه. يا اسماعيل افهمني، هو انت فاهم ان انا ما بحبش البرنس زيك واكتر منك كمان؟ بس مروحك له هيعشمه زي الغريق اللي متعلق في قشايه، لا هي هتطلعه ولا هو هيسيبها تمشي في سكتها. عماد هيتصرف. حتى لو ما كنتش رحت برضه كان هيتصرف. سعيد بس هو اللي هيشيل في نفسه. يقول اختي عرفت ان انا في ورطه وما سالتش فيا. ربنا العالم، والله قلبي بيتقطع عشانه. يا سلام، بطلوا ده واسمعوا ده. انت قلبك بيتقطع عشان حد؟ بيتقطع، بس كمان عارفه ان الحنيه اللي لا تقدم ولا تاخر ملهاش لزوم. احنا عايشين في الطوفان يا اسماعيل، وان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. مش غباوة قلب، لا، بس لو جيت تطلعه هتغرق انت وهو، ويا روح ما بعدك روح. فهمتني يا حبيبي؟ فهمتني؟ فهمتك. انا هخطف لي ساعة قبل ما اروح الشغل. وماله، نام، يمكن ربنا يعدلها وانت نايم. جابر ازاي يا برنس؟ مين؟ جابر ازاي يا جدع؟ لا يا عم متشكرين ماليش نفس. رمضان لسه فاضل عليه كتير وما حبكش يعني تصوم اثنين وخميس النهارده. احنا ولاد حته واحده ما تتكسرش. طالما ليه يا عم انت؟ بقول لك مش عايز اكل. طب ما تاكلش. ولع سيجاره. ما بدخنش. اللي انت عامله في نفسك ده يطول يومينك هنا مش هيأثرهم. وبعدين يا عم انت شيلتك خفيفه، كلها يوم ولا اتنين اهلك يدبروا الفلوس وتطلع بكفاله. منين بس يا عم انت؟ اسماعيل مش قد 2000 جنيه، واختي لو لقيتني جنيه هتاخدني. انا عايش في الدنيا دي بخاطرها لوحدي بدراعي. اعشم في وجه كريم. ازاي بس؟ ما ديك شايف عيشتي كلها شمال في شمال. شفت يا برنس اهو انت كده حاسبها غلط. انت فاكر ربك بيلطف فينا عشان حاجه احنا عملناها؟ لا، ربك رحمته واسعه. عندك انا مثلا. انت هتحكي معايا يا عم ولا ايه؟ يا عم بتسير معاه. لا ما تتسيرش، خد اكلك وروح بعيد عني بدل ما ازعلك. انت حر يا عم براحتك، الله براحتك. بلاش كده. انت رخم قوي يا جدع. يعني
يعني انت مفيش حاجه بينك وبين البت دي؟ ايه دي يعني ولا لا؟ دي يعني بطلي زن. عاوز اركز عشان ما اغلطش ولا انسى اي حاجه. ماشي يا عماد، براحتك. خد الشاي. حطيه هناك عشان ما يقعش على الورق. ماشي. بقولك يا اخويا، هو انت ما نفسكش كده تتجوز واحده تعمل لك كوبايه شاي حلوه وترتب لك المطرح، وهي برضو تخلي بالها منك لو عييت؟ لما اعيا هبقى اتجوز يا عنايات. يوه، طب يا اخويا ما تتجوز قبل ما تعيا، اهو لما تعيا حتى تلاقيها جنبك. روحي يا عنايات، روحي. الشهاده دي لازم تخلص، وقعدتك هنا وزنك ورغيك هتحصل حاجه من اتنين، يا اما هغلط يا اما هلهفك جوز اقلام على وشك علشان تتعدلي. بجد؟ طب يلا اضرب. دول حتى بيقولوا ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. عنايات، عنايات الشهاده دي لازم تخلص النهارده علشان اخد فلوسها وادفع كفاله سعيد. فهمتي ولا ما عندكيش مخ؟ عندي اللي احلى من المخ. بره يا عنايات، ها؟ بره يا عنايات، مش جوه يا عنايات. بره بره. جرى يا اخويا؟ تتشنج على ايه؟ عماله اتدلع لك واتشخلع لك وانت ما فيش عندك خشب. بكره انت اللي تجري ورايا وتيجي لحد عندي وتحفى وتعيط وانا مش هعبرك. بيضربيني بالجزم يا اختي. حاضر يا اخويا. ما يلا يا اختي وريني خطوتك. ايه ده كله؟ ده كده كتير قوي. لا بقى، ده السمك الصينية اللي انت بتحبه. وحشتيني يا أمي، وحشني الأكل من ايدك. اتأخرت يا حمادة، اتأخرت قوي. أنا عايزك تطمني يا أمي، كله مقدر ومكتوب ومحدش ليه في نفسه حاجة. وادينا أهو، أول ما جه ميعاد الرجوع رجعت. ايه ده؟ انتوا بتاكلوا من غيري؟ أمال يعني عايز أخوكي الغايب يقعد يستناكي على لحم بطنه؟ معلش يا حورية، أنت اللي تعبتي في غيابي. يا سيدي ولا يهمك. كبرتي يا حورية وبقيتي عروسة. ماما. في إيه يا حورية؟ يا ماما. في إيه يا بنتي؟ ماما. يا ماما. ماما. نوم العافية يا ست الكل. أنا لمحت إبراهيم جاي في الحارة فقلت أصحيكي بقى عشان نطمن منه. مش حمادة كلمني؟ حمادة كلمك؟ كلمني وكلمته وكان جعان قوي يا عين أمي. أكلته ومش كان هيسافر 3 أشهر. وحشني في اليومين دول بمقام ال3 أشهر. يا ماما والنبي ما تعمليش في نفسك كده، اجمدي شوية. جرى يا حورية، دي يا اختي مش صعبان عليك اخوك اللي ما احناش عارفين راح فين؟ ده كان عمود البيت اللي من غيره البيت يتهد على دماغنا. لقيت اخوك يا ابراهيم. هلاقيه فين بس؟ أمال عملت إيه؟ ما عملتش حاجة، الخلاصة فص ملح وداب، هاخد نفسي وبعدين أقول. لا قول لماما بقى، أنا لازم أبص على الرز عشان ما وطيتش عليه. يعني مش عايزة تعرفي؟ ما عرفت النتيجة هتفرق يعني في التفاصيل؟ قول لي يا حبيبي، احكي لي. لفيت على برماوي والتكساجي لغاية ما عثرت فيه، قال لي إن قدام موقف مصر، نزلت الموقف سألت كل السواقين محدش افتكر، نزلت القاهرة ورحت الشركة قالوا لي لا جه ولا خد الورق بتاعه، وفي كل حتة كنت بروحها كنت بسأل في المستشفيات والأقسام، حتى مشرحة زينهم رحتها. يا حبيبي يا ابني، والنبي يا رب ما تسقني فيه، وحياة حبيبك النبي محمد ما تسقني فيه. بسم الله الله اكبر. استنى يا زلطه، انت فاهم غلط. اختك دي اشرف من الشرف، وانت كده بتغلط في حقها قبل ما تغلط في حق انا. وبعدين انت لو ذبحتني هتقول للناس ايه؟ ما انت جيت لقيت الباب مفتوح. امال كان عندك بتعمل ايه؟ ولما صفتني صرخت وجرت ليه؟ هقول لك انا عامل معاها جمعيه وهي كانت جايه تاخد فلوس الجمعيه. الكلام ده مش داخل دماغي. لو هي داخله معاك جمعيه تاخدها من على الباب، قال لي دخلها جوه عندك. ما انا قلت لها هي اخت عنايات، خشي جوه بدل ما حد يفتكر اي حاجه غلط. اذا كنت انت اخوها واللي عارف تربيتها كويس قوي حسيت ان في حاجه بيني وبينها لا سمح الله. عماد، وحياة امك ما في بينك وبينها حاجه؟ وحياة امك انت ما في حاجه بيني وبينها. انت عاجباك القعده دي؟ انا ثقل ظلمتك. ما تزعلش يا عماد. لا خلاص مفيش حاجه.
بس برضه ما كانش يصح تخص عندك. هي ست مطلعه وانت عازم، ما يصحش. عيب يا زلطه، مش اي حد ليه في الزبلطه، واختك دي ست محترمه. خلاص ما دام هي ست محترمه تبقى تتجوزها. اتجوزها؟ اه اتجوزها عشان اعمل معاها جمعيه؟ وبعدين دي زي اختي، حد بيجوز اخته؟ انما انت ايه اللي جابك يا زلطه؟ انا رجعت من الشغل ما لقيتهاش في البيت، سالت الولايه ام محمود جارتنا قالت لي صفا عند عماد. ام محمود ما هي معانا في الجمعيه. ربنا يشرح قلبك زي ما شرحت قلبنا بالزغروطه دي. اللي يشوفك المره اللي فاتت يا معلم فرغلي يقول انك خارج ومش راجع تاني. بيني وبينك يا رجب يا اخويا انا ما كنتش راجع، ما هو ما يقدر على القدره الا صاحب القدره. بس سعيد البرنس بقى ربنا يفك حبسه، هو اللي حلها وجاب لنا الدهب. سعيد طول عمره صاحبي وعشة عمري. ايوه بس انا عايز اقول لك حاجه كده علام لوجه الله، وابوك حتى يراجعني فيها. صاحبي وصاحبك على القهوه ما يدخلش بيتك، مفيش حاجه بتتضمن في الزمن اللي احنا فيه ده. كلامك صح، بس خلينا في المهم. انا نفسي اشرب شربات لوز من ايد ام العروسه. من عينيا يا اخويا، ثواني ويكون الشربات جاهز. متهيألي كده بقى يا رجب يا اخويا حيطتنا ما عليهاش غبار. تمام التمام وفل الفل يا فرغلي. يبقى ننجز. الواد موحوح وعاوز يتجوز. ايه يابا؟ ايه موحوح دي؟ ايه يا سلامه مفيش حاجه، ابوك قصده بس انه يخلي القعده حلوه يعني. شفت اهو حماك فهمها. قفل انت جاي تهزاني قدام نسايبي؟ خلاص خلاص يا سلامه في ايه؟ انا فهمتك يا معلم فرغلي. الشبكه ان شاء الله الخميس الجاي. خد يا محمد تعالى. ايه؟ انت بتقول ايه يا برنس؟ بقول لك تعالى يا محمد. لا لا قول تاني كده وعلي صوتك. بص انا هعمل نفسي مش واخد بالي. قول تاني كده يا محمد. قول كده. بص انا مش واخد بالي منك يا ريس اهو. تعالى يا محمد يا دكر. ايوه كده سمع الناس دي كلها يا محمد يا دكر. ايوه جاي يا معلم برنس. امرني. اوعى يا جدع. اوعى يا جدع. امر يا معلم خير. بقول لك ايه؟ انت ما زهقتش مني؟ لا طبعا، عشان انت صعبان عليا. حاسس ان ما كترش من كتر التفكير يا جدع. عندك حق، انا حاسس ان دماغي بتغلي من جوه. على ايه يا عم؟ بره زي جوه، وكلهم يومين مقضيينهم بالطول ولا بالعرض. كنت عشمان في الدنيا عشم كبير قوي، بس ادينا اهو بطلع من نقره اخش في ضحضيره. الدنيا ما بتديش محتاجه يا برنس. طب وبعدين؟ هفضل انا محبوس 5 سنين وبعدين اخرج يلا من الاول تاني؟ عندك سكه تانيه؟ لا خلاص يبقى اديها بالجزمه وخراب يا دنيا عمار يا دماغي وسلامتك يا دماغي. سلامتك يا دماغي. بص يا ريس كل انت وانا اغني لك. سلامتك يا دماغي. سلامتك. تعالى يا سعيد. خير يا حصول. مش قلت لك هتفرج؟ يا عم تفرج ايه؟ ده تلاقي ظابط المباحث عايز يتسلى.